السلام عليكم. السلام عليكم. انا عارف ان انا غبت بقالي كتير، دي حاجه غريبه في الايام اللي هي بعد الحظر دي. انا كنت كل يومين بنزل فيديو حاجه كده. المهم يعني عشان ما نقلبش الموضوع دراما يعني وكده، انا الفتره اللي انا غبتها دي يعني اكتشفت انها ملهاش اي 30 لازمه يعني، بل بالعكس انتوا وحشتوني، كومنتاتكم وحشتني، وانا الفيديوهات واليوتيوب وحشني. مش عارف اخدت اجازه ايه دي. فتعالوا قبل ما نبدا الفيديو كده نخش بالانترو، يلا. عايش يا بيرجو عايش ولكل الابطال عايش. كنت ببدا الفيديو ازاي؟ ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد بيرجو. احنا دخلنا بالانترو من شويه فمش هنخش بيها تاني. جيت لكم النهارده بقى في فيديو جديد، ايه؟ فيديو رياكت. طبعا الفتره اللي انا غبتها دي بسم الله ما شاء الله انتم ما قصرتوش في الجروب عندي وفي الانستجرام بتبعتوا لي الفيديوز، فانا اكتشفت ان في انواع فيديوهات جديده، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتعصبش وندي الرياكشن المناسب يعني. وانا لسه صاحي من النوم، انا نسيت اقول لكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنساش ان انت تنزل تدوس لايك قبل ما الفيديو يبدا كده، وتكتب كومنت برده قبل ما الفيديو يبدا عادي، هعديها لك المره دي. لو انت اول مره تشوف بقى الخلقه اللي قدامك دي، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اي حاجه جديده تنزل تجيلك يعني. وبعدين انت ازاي مش عامل سبسكرايب لاحسن قناه على اليوتيوب في العالم العربي يعني؟ انت راضي عن نفسك يعني؟ لما انت ازاي مش من الابطال والله العظيم. طيب الفيديوهات اللي انتوا بعتوها لي على الجروب انا عملت لها سيف على الفيسبوك، فتعالوا ايه نلقي نظره. والفيديوهات دي انا اول مره اشوفها حرفيا قدام الكاميرا يعني. انا عملت لها سيف بس خلاص كده، اللي هو بشوف الصوره بتاعتها من بره، دي بعمل لها سيف وايه، وبنشوف مع بعض رياكشن مع بعض يعني. انا اول مره اشوف الفيديوهات دي زيك، ودي الحاجه اللي بتميز بيرجو رياكت اللي احنا بنعمله. مش بشوف الفيديوهات قبل ما اصور واجهز الافيه. انا هنا هقول لا ما بعرفش، انا على الله بقى، انا تلقائي بقى عادي بقى. المهم ايه، يلا ننتقل الى رحمه يلا ننتقل الى الفيسبوك دلوقتي. معلومة سريعة عشان ما تقعوش في نفس الغلطة اللي البنوتة دي جت معايا في الفيديو اللي فات، كانت بتقول ان الفيروس طعمه الفيروس خوخ طعمه خوخ، فاكيد هي الفيديو ده هتقول فيه حاجة برضو ايه بديهية. وانا حبيت الكونتنت ده لان احنا مفتقدين الخليل كوميدي من زمان والله العظيم، والناس الترندات اللي بتطلع سنة واتنين وبتختفي، فاتوقع لك مستقبل باهر في الحوار ده. كنت انا بقع فيها. الفرق ما بين الكورن فليكس والسويت فليكس بيكون مكتوب عليه يعني. ده سبحان الله يعني. انت دلوقتي الفرق ما بين السويت فليكس والكورن فليكس ان هو بيبقى مكتوب عليه يعني. انت اكيد بتروح السوبر ماركت جاهل مش فاهم انت عايز تجيب ايه اصلا، انهي كورن فليكس وانهي سويت فليكس مش فاهم، فانت بيبقى مكتوب عليه عشان تعرف تميز، فهي بتقول لك النصيحة دي. سويت فليكس يعني مسكر، يعني الحبيبات اللي جوه بتكون مسكره جدا جدا. مش جدا جدا ولا حاجه، بتبقى مسكره عادي، بس هي عايزه انا بدي معلومه عامه. اش فاهم هي الفيديوهات دي غرضها ايه يعني؟ حتى مش حتى بتستفز الناس. انا مش عارف هي بتتكلم جد ولا لا، ولا ده ترول ولا ده ايه. لما تحطوا عليها لبن ما تحطوش عليها سكر، تمام؟ لكن التانية اسمه سويت فليكس، فلما تيجي تحط عليه لبن ما تحط السكر. اوكي ما انا عارف يعني، ما ايه الاضافه يا جدعان؟ فعرفوا الفرق. دي مكتوب عليها سويت فليكس يعني مسكره، والتانية بتبقى كورن فليكس عاديه ما بيكونش فيها سكر. خلصانه يا عم، معلومه والله عرفتكم جدا، فادتني والله. خلصان. طيب الفيديو ده كان هو كان بيشخر ولا ده صوت مكنه؟ صوت مكنه. ما تقولش موتوسيكل، قول مكنه. الموتوسيكل بريء من المكنه، الموتوسيكل بيمشي في هدوء، المكنه زي الكورن فليكس والسويت فليكس، المكنه والموتوسيكل. حلو لون شعري يا جدعان ولا غيره؟ حلو ولا لا؟ يعني ايه حلو ولا غيره؟ هتعمل له اندو يعني، ولا فاتح فوتوشوب ممكن تعمل دلوقتي كنترول شيفت بقى معاك؟ ايوه رجع اللون ده، حط بني. وأول مرة أقولها، ويمكن وايد ناس راح ينصدمون لما يعرفونها، بس لازم أقول لكم علشان هالشي يحفزكم وهالشي يعورني لما أتكلم فيه. أول ما رحت الكويت أكمل دراستي كان عندي نقص. انت مو شريكي في الوطن. سوري اندمجت مع البنت اللي كانت بتتكلم عن مصر. انا عايز اوجه لك رساله من هنا، انت صوتك مزعج. انت مو شريكي في الوطن وبتتكلمي كده، بس تحس ان ايه الفك السفلي ده طالع. انت مو شريكي في الوطن، انا بتكلمي خليجي يا الطعميه. انا بص بديكي قيمه يعني. كان عندي نقص مادي، اضطريت اني انا اشتغل في محل ابيع فيه كتب، فما حسيت انه عيب.
انا قلت هتغسل صحون، هتقول انا كنت بنظف المدرسه اللي انا بكمل فيها دراستي، هتقول اي حاجه، لان هي في الاول قالت مقدمه ناريه، مقدمه تحس ان هي ايه، واحده كانت تحت الصفر وبقت ايه معاها لامبورجيني. واول مره اقولها ويمكن وايد ناس راح ينصدمون. اصدم ايه؟ انا هموت من الضحك يعني. دي متاثره جنبها. قولي يا فنانه، قولي يا نجم. لازم اقول لكم علشان هالشيء يحفزكم ايه ده شيء يضحكنا. كان عندي نقص مادي يعني انا قلت بقى نقص مادي، فاضطريت ان انا اروح اشتغل عاملة نظافة في المدرسة اللي انا كنت بدرس فيها. لكن انت ما صدقت، انت قلت ان انت بتحكي شيء راح نصدمون لما نسمعها. ما انصدمناش. عملت حاجات كتير قوي وكافحت، وكان عندي نقص مادي لما رحت ادرس في الكويت. ايوه حضرتك عملت ايه؟ اشتغلت، كنت بتغسلي اطباق في محلات عادي. لا يعني كنت تمسحي الطرقه بتاعت عادي، ما ده عامل النظافه ده احسن من ده انضف مني. لا برضو انا كنت حاجه. طب ايه كنت بتعملي ايه؟ كنت ببيع كتب. كنت ببيع كتب. انا عارف ان انتوا راح تتصدمون لما تسمعوا ده. انا اتصدمت اصلا. لو انت او انتي حد طبيعي زيي يعني لا انت مش طبيعيه. لا مش طبيعيه وانا عارفه. ايوه هتاكلوا اي جزئيه من البطيخ. اوكي. لو انت حد طبيعي هتعمل كده اهو. لو انت حد طبيعي انت بسم الله صح؟ اوكي. لو انت حد مش طبيعي هتاكلها من هنا. محدش بيعمل كده، بتتاكل من هنا. صح صح ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنت. صدقوا طلعت مسكره ما شاء الله، والله طلعت مسكره. خلاص اعتقد ده كده اخر فيديو عشان اروح اكل جنبه سندوتش جبنه. سلام. انت بتحشريني في شؤونك الداخليه بطريقه مريبه قوي. يعني ايه طعمها مسكر؟ ما انا عارف طعم البطيخ. كمان هتقولي ان البطيخ طعمه بطيخ، او البطيخ في منه مسكر وفي منه كورن فليكس. وبعدين انا طبيعي عادي وممكن اكلها بالقشر عادي. ما صباح الفل يعني، احنا بناكل يا جدعان. الو. ده ايه ده؟ ايه اللي دخل ده؟ الو. الو. الو قلبي عامله ايه؟ بجد لو في بنات واحد بيكلمها بالطريقه دي، انت شيم اون يو والله العظيم. الو قلبي. ايه يا ابني مالك؟ بحبك يا ابني. طب اديني فرصه نتكلم كده كبني ادمين. طب بقول لك ايه بس يا قلبي، انت عايز نودز صح؟ الحمد لله كويسه. انا مش قلتلك شويه برد وخلاص؟ برد الحمد لله. المهم انا عاوزك تخلي بالك من نفسك. عارفين انتوا الايه، احساس الشومه لما بتنزل على الدماغ. اسماء يا ابني انت صوتك مريب. اسماء انت مخبيه عني حاجه؟ صوتك بيقول كلام كتير. يخرب بيتك يخرب بيتك، صوتك بيقول كلام كتير. عامله زي رسائل الازهر. مساء الخير، انا دخلت على صورك على الفيسبوك وشفت ان عينك مخبيه حزن كتير، ممكن تحكي لي او تفضفضي لي؟ البنت اللي هو انت يا ابن المجنون يا ابني، في ايه يا ابني؟ ما انا بتصور عادي زي البنات، انت مالك؟ مش فاهمه. سعيد انا جالي فيروس كورونا. ما هو اكيد جالك من سعيد اللي انت مصاحباه ده. في حد يصاحب حد بيتكلم بالطريقه المريبه دي، اللي هو صوتك مخبي حاجات كتير قوي. ايه بقى يا اسماء؟ انسان يا سعيد. انسى؟ انسى ايه؟ انت هتفضلي في قلبي فاك يو مان لحد اخر دقيقه في عمري. سبتني. بس كده الفيديو خلص ولا لسه؟ ده كل الحكايه. تعالوا بقى نتكلم كده ايه، عاقل لمجانين، فاهمين؟ عشان والله العظيم جالي احساس اللي هو اشعاره كده، عينيا مش عايزه عايز الناس صاحي من النوم حالا. المهم يعني ان هي بتقول له انا جالي فيروس كورونا، عايزاك تنساني. فقال لها هي انساكي بطريقه مبتذله قوي، اللي هو ما حدش بيمثل كده يعني. انسى؟ انسى ايه؟ تنسى ايه؟ ما تروحي مستشفى عايزاك تنسى. ما تروحي يا وليه اتصلي اعزلي نفسك، مش شرط تموتي وانت خلاص ما صدقت. انسى؟ لا يا معتوه، روحي اتحجزي، روحي ادفعي فلوس حتى وتحجزي، روحي ادفع لها انت فلوس وتتحجز، لكن انت ما صدقت. انسى ايه؟ انا هفضل فاكرك لاخر دقيقه فايا. عايزين تقلدونا؟ تعالوا كلمونا. خلصانه ماشي. نو 1 كده قاعد في حالك. عايزين تقلدونا؟ تعالوا كلمونا.
ايدك فين؟ ايدك فين يا معلم؟ احنا هنصور فيديو. بصي هو انتي هتقعي وانا هسندك، فيا عيني مش متضايق يا اخوانا. فلما سندها انت كمان عايز تحضن يعني ما... انا عايز اعيد المشهد ده تاني الصراحة. بس هو قاعد في حاله كده، قاعد كده، انا مخنوق، انا انطفيت. اما اخد موبايلها كده من غير وجه حق عادي، خدت تليفونها وزقتها. يعني انت ليه عايز منها، عايز تحضنها؟ ما تقول لها بدل ما التلاكيك دي. انا حاسس ان هدفك في الفيديو ده ان انت عايز ايه، تعمل الحاجات بتاعتك دي، بس تحت مسمى ان احنا بنصور فيديو. كنت تقول لها وما تصورش الخرا ده ولا نشوفه. اخر ليه بس كهربا كل ده؟ ايه يا قلبي؟ ايه ايه ده؟ هو انت ده اول ما خلصت الجملة حضر. يعني طب ما انت مش شايفاه، وهو ده احنا بنشوف صاحبنا من اخر الشارع. كهربا كل ده؟ ايه يا قلبي؟ السلام عليكم. ايه ده؟ هو انت اللي لابسه ده؟ بنطلون عادي. ده بنطلون. هو انت نازله البسين يا ماما؟ يعني لا، يعني ايه البسين بقى بننزله ببنطلون؟ ده هبل، ده هبل يا كهربا. نقي الافيه. يا بابا لا، من لا. بريشكا ب 700 جنيه. بريشكة مين بس؟ مش معايا كده خالص. بقولك من بريشكا ب 700 جنيه. انت مش معايا الحوار ده تاني. روح. انت ليه جبت ظهرها للكاميرا يا كهربا؟ بقولك من بريشكا ب 700 جنيه. انت مش معايا الحوار ده تاني. خلصانه يا عم، مش هبص. هو بيغير عليها. طب صدري ظهرك كده للكاميرا كده. قصير قوي يا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ نفسي راح فين؟ اجري. ايه ده؟ وليه؟ اتنططي في مكانك اكني شفت صرصار واجري. ليه؟ انا مستغرب الجيل الجديد، او هو مش عارف، في حاجه غريبه بتحصل. عارف الستات دول عاملين زي ايه؟ علمني. عاملين زي مية البحر دي، على الله. تمسكها وتثبت عليها وتحسسك اللي انت امتلكتها وتفتح تلاقي مفيش اثر. اوكي برضو ما فهمتنيش الستات دول عباره عن ايه. انا اصلي وعالمية القديمة يا ماما. ايه ده؟ ايه الحركه دي؟ القديمة يا ماما تحلى وانا اوريدي اجمل واحلى. هيحبك على يا حلو امك تكبرك يطلع بك الرحلة. انا عارفة هي ليه بتبذل مجهود قوي كده في الحركه دي؟ يعني ما شفتهاش غير في ال 3 دي ماكس او الجرافيك الالعاب اللي هي تلاقيه بيتحرك حركات غريبه، مش حركات بشر. انا اصلي وعالمية القديمة يا ماما. الحركات كل حته في جزء، يعني كل جزء بيتحرك حركه مستقله، جرافيك حرفيا، يعني لعبه 3 دي بتتحرك. هيحبك على يا حلو امك تكبرك يطلع بك الرحلة. انا عارفة انا شميت ريحه عدس والله العظيم. الفيديو ده ريحته عدس. انا بعد كده في كل فيديو هقول لكم الفيديو ده ريحته ايه. بيس اكتبوا لي في الكومنتات كل فيديو شفتوه من الفيديوهات اللي فاتت دي، ارجعوا شوفوا الفيديو من الاول وقولوا لي كل فيديو من الدقيقه كذا للدقيقه كذا ريحته عدس، من الثانيه كذا للثانيه كذا ريحته كشري بس ناقص ايه، بصل او ناقص دقه، فاهم، او عليه شطه كتير. بجد والله مش بهزر. انا هنعمل حلقه على ده، ان انا هعرض فيديوهات ريفيو ريحه الفيديو ده ايه، زي ايه، بيقول ايه الساندوتش ده. او حتى لو انت مش فاهمني، شوف كل فيديو احنا عرضناه في الفيديوهات اللي فاتت وحاول تشم كده، قول لي شميت ايه، جنزبيل، قرنفل. دلوقتي يا جماعه في واحد بيتريق عليا على اليوتيوب. هو لو راجل على اليوتيوب خلصانه، مش هتريق على اللهجه. الوش ماشي. انا هوريكم دلوقتي اليوتيوب. هو لو راجل يواجهني الوش. يا اسطى احنا داخلين خناقه يا اسطى، مع يا عم احنا بنهزر يا عم. وبعدين لو قابلتك وش لوش مش هتعرف تعمل معاه حاجه، ولا عشان ما بتكلمش كده يعني وبتكلم بطريقه بنت ناس. ماشي انا هوريكم دلوقتي اسم صفحته. بصوا هي دي اسمها برجو كده واضحه. بيرجو، اسمها بيرجو. معلم انت عامل لي سبسكرايب يا معلم، ده عامل لي سبسكرايب اهو، عامل سبسكرايب ومفعل الجرس. واضحه. بيرجو، اسمها بيرجو. ماشي يا جماعه بيتريق عليا وانا ايه
بصور فيديوهات بالتليفون ده هو اللي هو المكن. انت مش عارف اسم التليفون ايه اصلا؟ يعني انا عندي حق اهو. ماشي بس هو لو راجل وراني وش لوش انا عايز اعرف هو مين. يا ريت الفيديو ده يوصل له. يعني انت عايز تعرف انت مين؟ ما انت عارف ان انا بيرجو اهو وعامل لي اشتراك. وانا من المرج. انت لو دخلت تعمل لي وش لوش هشوف مين اللي بيتريق على مين. ولا انت عايز تشير على قفانا؟ انا عايز ايه يا معلم؟ ولا انت عايز تشير على قفانا؟ انت بتهزر صح؟ لو دخلت تعمل لي وش لوش هشوف مين اللي بيتريق على مين. ولا انت عايز تشير على قفانا؟ خلصانه يا عم، مش هتشير على قفاك. وكل واحد يطلع معايا في فيديو يجي يعيط لي ويقول لي انت مطلعني في الفيديو. ما هو هنقفلها بقى، نقفلها عشان تسكتوا بقى ونعجبكم لتأدب. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنساش لو انت ما عملتش لايك في اول الفيديو انزل دلوقتي دوس لايك، ولو انت لسه ما كتبتش كومنت على الفيديو ده انزل دلوقتي اكتب كومنت وقول ريحه الفيديوهات ايه زي ما قلنا. كنت مبسوط جدا بالفيديو ده وحاسس ان هي عوده قويه جدا، وهي فعلا عوده قويه جدا، وانت ما تقدرش تنكر ده نهائي. ليه؟ لان انتوا بتطبلوا لي، انا عارف انتوا حبايب قلبي. وبس كده، بحبك جدا وبحبكم جدا وعشي ابطال مع الف سلامه. يلا سلام يا جدعان. انا في واحد بيغلط عليا على اليوتيوب اسمه بيرجو. وانا من المرج. انت لو دخلت تعمل لي وش لوش